له انا اخذ بحقه يا رسول الله. ما حقه؟ قال ان تقاتل حتى تقتل او ينكسر في يدك. قال انا اخذ يا رسول الله. راح لابس العصابه الحمراء وركب على فرسه، واحد يتفقد في هذا المكان رايح جاي قدامهم. فسيدنا النبي قال له ايه؟ الصحابه قالوا هذه مشيه يبغضها الله ورسوله، يكرهها لان فيها فخر، الا في هذا الموقف فلازم احنا نظهر اخوتنا ايه؟ للعدو. المهم احدثوا فيهم مقبله عظيمه جدا لدرجه انه النساء مع كثره الفرار رفعنا ثيابهن، فرؤيا اللي هو الخفال اللي بيلبسوه خلاص كده. يبقى كده والمشركين علشان يتخففوا من الاثقال اللي كانت عليهم ويحرموا سيوفهم خلعوا دروعهم وجرى فرارا نحو مكه كده.